من ساعه ما طلعت بقى وعملت فيديوهات بوشي وقعدنا في المطبخ وقعدنا نعمل وصفات كتير، من ساعتها كل شويه حد يكلمني ويبعت لي منتجات عشان اجربها. وصراحه الفتره اللي فاتت جربت منتجات كتير، وفي جروب اسمه جوجو كوكو بعت لي البوكس ده، تعالى اوريكم فيه ايه والمنتجات اللي فيه تبع مين. يلا نفتح البوكس ونشوف فيه ايه. المنتجات اللي جاتني دي منتجات دكتوره ميري جرجس. طبعا دكتوره ميري جرجس غنيه عن التعريف، منتجاتها ماليه السوق، وصراحه يعني انا بشهد لها ان منتجاتها طبيعيه 100% عن تجربه من قبل ما البوكس ده يجيني. صراحه منتجاتها حلوه. اول حاجه جاتني هو الشامبو ده شامبو بلسم، بيستخدم مره لمرتين في الاسبوع طبعا على حسب الاحتياج. صراحه حلو جدا، بيرطب الشعر جدا، وكمان كل المواد اللي فيه طبيعيه 100%، ودي اهم حاجه. لو انت عايزه تخلي شعرك صحي وجميل استخدمي مواد طبيعيه، ما تستخدميش اي حاجه فيها كيميكال. فدي الحاجات اللي بتتميز بيها دكتوره ميري. فدي اول حاجه معانا. تاني حاجه جاتني هو حمام الكريم ده. حمام الكريم ده خطير، مش عايزه اقول لكم بيفك التشابك، ريحته حلوه جدا. بصوا معايا، بصوا جميل ناعم جدا، بيفك التشابك، بنستخدمه من مره لمرتين في الاسبوع. صراحه عن تجربه هو خطير، انا استخدمته مره قبل كده فهو ممتاز جدا. هو بالكولاجين كمان، فهو بيفرد الشعر، بيفك التشابك. الناس اللي عندها جفاف للشعر شديد يستخدموا مش اقل من 10 دقائق، لكن الناس اللي شعرها رطب وشعرها كويس تستخدمه من 3 ل 5 دقائق مش اكتر من كده. فهو بيرطب الشعر وبيفك التشابك، فهو برده من المنتجات المهمه جدا والحلوه جدا عند دكتوره ميري. تالت حاجه معانا هو الغسول ده. الغسول ده رهيب يا جماعه، عن تجربه بجد حلو جدا. الغسول ده غسول وسكراب، يعني تعالوا اوريكم نقطه منه كده. ريحته حلوه جدا. بصوا ده غسول وسكراب، بصوا في حبيبات حلوه قوي، بينظف البشره بعمق جدا. طبعا بيزيل الميك اب طبعا لو انتوا عاملين ميك اب كتير، وكمان بيعمل سكراب بنغسل بيه البشره من مره لمرتين في اليوم. صراحه رهيب جدا وبيدي نعومه ونضاره حلو جدا. دي من احلى الحاجات اللي عند دكتوره ميري على فكره، لاني عن تجربه بجد حلو. بصوا بيعمل سكراب وبيدي نعومه حلوه قوي. هوريه لكم تاني اهو. ده تالت منتج معايا. ورابع حاجه معانا هي مجموعه الهالات السوداء. دي مجموعه رهيبه، طبعا استخدامها سهل جدا. طبعا بنغسل الاول وشنا بالغسول كويس جدا. ودي بودر يا جماعه، يعني بصوا معايا، هي عباره عن بودر، بناخد معلقه منها مع معلقه لبن او معلقه ميه ورد وبنعجنها وبنحطها كماسك على البشره كلها. وطبعا اهم حاجه بنركز تحت العين، طبعا مفيش اي ماسك بيتحط تحت العين الا لازم يكون يعني حاجه تبقى ناعمه جدا. فهو رهيب صراحه، عن تجربه انا استخدمته لان كان عندي هالات سودا كتير، ففرق معايا في الاستخدام، وطبعا مع الاستمراريه هيجيب نتيجه حلوه قوي. وبعد ما بنعمل الماسك بتاع الهالات السوداء عندنا كريم رهيب، كريم الاكزيما ده برضو بتاع الهالات السوداء. طريقه الاستخدام بتاعه بعد ما بنعمل الماسك، على فكره الماسك ده بنستخدمه من مره لمرتين في الاسبوع، ده بنستخدمه يوميا مره واحده، وما ينفعش نستخدمه واحنا بنتعرض للشمس. كريم الاكزيما ده رهيب للهالات السوداء وللتصبغات، يعني مش للهالات السوداء بس، لا لو في اي تصبغات موجوده في بشرتك تقدري تحطيه، بس ما ينفعش تحطيه وتتعرضي للشمس نهائيا، لازم تحطيه وبعديها ب3 4 ساعات، او تستخدميه بالليل وتاني يوم تغسلي بشرتك قبل ما تتعرضي للشمس. فده حلو جدا. ده معانا كريم تركيبه حلوه قوي بالكولاجين للبشره، ده كريم رهيب بنحطه بالليل بس. ولو انتوا عايزين تستخدموا الاثنين مع بعض، ده بتستخدميه قبلها ب4 ساعات، يعني على المغرب كده بتستخدميه، وبعد 4 ساعات بتغسلي وشك وبعد كده تستخدمي الكريم بتاع الكولاجين. ده صراحه كريم رهيب، وده ما ينفعش الاثنين دول تتعرضي بيهم للشمس، يعني بيتعملوا من بالليل وتاني يوم الصبح تتغسل. لا اما بنستخدمهم يوميا بالتبادل، يعني ده النهارده وده بكره، لا اما بنحط ده على المغرب مثلا وبعد 4 ساعات بنغسله وبعد كده نحط الكريم التاني وننام بيه. بس تاني يوم الصبح لازم نغسل بشرتنا كويس جدا، علشان واحنا حاطينهم ما ينفعش نتعرض للشمس او نتعرض للمطبخ او لحراره المطبخ. ودي معلومه مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها عن الاثنين دول. بس صراحه ده يعني كريم رهيب، تركيبه حلوه جدا للبشره، بتشيل الخطوط، بتعالج البشره من اي تجاعيد خفيفه، فهو ممتاز جدا. فالاثنين دول حلوين قوي. كريم ياسمينة بقى، ده مش عايزه اقول لكم رهيب جدا اهو. ده بقى بنحطه الصبح بالليل اهو، بصوا رهيب. هقول لكم نقطه بس منه، بصوا رهيب قوي اهو، نقطه منه. مش عايزه اقول لكم بيطري البشره قد ايه، شايفين لمعه وطراوه
وريحته حلوه. بالنسبه بقى للسيرم ده او للكريم ده بنستخدمه من الصبح وبالليل عادي. وبالنسبه للكريم ده نقدر نخرج بيه في الشمس عادي، بس طبعا نحط قبل، يعني نحطه وبعد كده نحط واقي الشمس قبل ما نخرج. ده مرطب هايل، استخدام يومي صبح وبالليل، مفيش مشكله لو تعرضنا للشمس واحنا حاطينه. حلو قوي. اخر حاجه معايا هو كريم زبده الشيا. الكريم ده للشعر، ده ممتاز جدا، بنحطه على شعر مبلل، بيشيل اي هيشان، بيعالج التقصيف. بس طبعا اهم حاجه لازم كل شهر نقص شعرنا سنتي من تحت علشان نضمن انه يبقى مفيش هيشان خالص فيه. ده صراحه حلو جدا للناس اللي بتستخدم الكريمات، رهيب. طبعا عايزين تعرفوا ازاي تجيبوا الحاجات دي لو عايزين تجربوها، الحاجات دي جاتني من جروب جوجو كوكو بتاع مدام فاتن، تقدروا تتصلوا بيها. انا هسيب لكم الرابط بتاع الجروب، وكمان هسيب لكم رقم تليفون مدام فاتن تقدروا تتواصلوا معاها لو عايزين تعرفوا اي حاجه، او لو عايزين تشتروا وتجربوا الحاجات دي. بجد هي تجربه لطيفه، واشوفكم على الف خير. كان معاكم نرمين صبري، باي باي.